make peace with Nasser. حاولنا جديا عقد سلام مع عبد الناصر، عرضنا عليه 4 مرات أو 5 بطرق مختلفة، فلم يكن ثمة ما يدعونا إلى حرب مع مصر، لكن عبد الناصر رفض طول الوقت. We will live to see the day. Whoever signs on the part of Israel, I want to live to see that day. لو العملية سينا بس سهل، العملية مصيرنا، مصير العرب. علشان لو كنا عايزين نسترد سينا ممكن بتنازلات، بنقبل شروط أمريكا وشروط إسرائيل، نتخلى عن الالتزام العربي ونترك لإسرائيل اليد الطولة في القدس والضفة الغربية وأي بلد عربي، ويحققوا حلمهم اللي اتكلموا فيه من النيل إلى الفرات، ونتخلى عن التزامنا العربي. الموضوع مش هو الجلاء عن سينا وحدها، الموضوع أكبر من كده بكتير. من إنها هي طبعا والقوى الإمبريالية الاستعمارية التي تعمل من وراءها أنها تؤثر على الجبهات الداخلية، وقد تستطيع أنها تغير الأنظمة وتجيب أنظمة تقبل أن تصل إلى صلح مع إسرائيل. طالما إسرائيل تعلم إن إحنا لسه ما وصلناش إلى القوة العسكرية الهجومية الساحقة، تبقى إسرائيل في أماكنها على أساس أن تحقق النصر السياسي بتغيير الأنظمة. لهذا إسرائيل لا تقبل قرار مجلس الأمن، إسرائيل لا تقبل مناقشة قرار مجلس الأمن. إسرائيل بتقول إن إحنا موجودين مطرحنا على خطوط إيقاف النار لغاية ما تقبلوا إنكم تقعدوا معانا تتفاوضوا وتوقعوا اتفاقية صلح. طبعا نحن نجابه هذا بإيه؟ إن إحنا نبني قواتنا المسلحة، وإن إحنا من سنة ما كانش عندنا قوات مسلحة بعد الهزيمة، دلوقتي عندنا قوات مسلحة تفوق يمكن اللي كانت موجودة قبل المعركة. لم يمض يوم على رحيل عبد الناصر حتى بعثت إسرائيل رسالة بأنها على استعداد لفتح صفحة جديدة مع مصر. نقل الرسالة رئيس وزراء رومانيا الذي شارك في التشييع، فبدأت أولى خطوات الوساطة بين جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل وأنور السادات رئيس مصر الجديد. أشرف على الهجوم الناجح على خط بارليف رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق سعد الدين الشاذلي. لم يكن الشاذلي يعلم أن برقية سرية أرسلت إلى كيسنجر بعد العبور بيوم واحد بأن مصر على استعداد لوقف إطلاق النار والتوصل إلى سلام مع إسرائيل شريطة انسحابها من سيناء. رد كيسنجر الذي جمع بين الأمن القومي ووزارة الخارجية بالموافقة في 8 أكتوبر. بداية عام 74 حمل إسماعيل فهمي موافقة كيسنجر على طلب السادات أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية أمنه الشخصي في مصر. وتضمنت رسالة كيسنجر
أسماء فريق الخبراء الأمريكيين المعينين لحماية السادات. The Camp David Conference should be renamed. It was the Jimmy Carter Conference. Amen. As far as my historic experience is concerned, I think that he worked harder than our forefathers did in Egypt building the pyramids. أنها تؤثر على الجبهات الداخلية، وقد تستطيع أنها تغير الأنظمة وتجيب أنظمة تقبل أن تصل إلى صلح مع إسرائيل. لو العملية فينا بس سهل، العملية مصيرنا، مصير العرب. أريد أن أقول لكم بكل أمانة وصراحة وبإحساس بالمسؤولية التاريخية أنه مهما كانت محاولاتنا في ميادين السياسة فلا بد أن لا تغيب أبدا عن أذهاننا كبرى الحقائق. هذا الكلام قلته في 23 نوفمبر سنة 67، بقوله النهاردة في 23 يوليو سنة 70. إننا نعمل في السياسة ويجب ألا تغيب عنا الحقيقة الأساسية، ويجب أن نعمل على تطبيقها. هذه الحقيقة هي أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة. And I would like to propose a toast to the people of Egypt and to their great leader, President Sadat, my good friend. We're glad to have you here, sir.